السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين، ورضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. وبعد، فنرحب بالإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد في تدبر كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب اللطف والعفو والعافية على عباده، وأن يجعل عاقبة أمرهم خيرا. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى تفسير قول الله سبحانه وتعالى في ذكر تتمة المحرمات من النساء، في قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهي الآية الرابعة، وهي الآية 24 من سورة النساء، وهي أول الجزء الخامس من القرآن الكريم، مع أن مقتضى الآيات يستدعي أن تكون هذه الآية تابعة لما قبلها، وكذلك الآية التي سنفسرها اليوم وهي الآية 25 كذلك تابعة للآيات التي قبلها. ويكون يعني أول الجزء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن جرى الترتيب على ترتيب الأجزاء بهذا. وبعض العلماء يرى إعادة النظر في هذا التقسيم ليتم المعنى، فلذلك بدء الجزء الخامس بقول الله تعالى: والمحصنات من النساء، في بيان تتمة المحرمات في الزواج من النساء، وهي تابعة لما قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وتتمة الآيات. فلذلك يرى العلماء أن يعاد النظر في تقسيم الأجزاء ليتم المعنى، ويكون ابتداء الآيات في موضوع جديد، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونعود إلى تفسير هذه الآيات التي انتهينا إليها في قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يقول الله سبحانه وتعالى: فمما ملكت أيمانكم. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ونبدأ كما جرت عادتنا بالتدبر الإجمالي لهذه الآية التي سنتدبرها في هذا اللقاء. ومن لم يستطع منكم طولا، أي ومن لم يملك منكم غنى أيها الرجال ويقدر على مهر الحرائر المؤمنات، فهذا المراد هنا بالمحصنات الحرائر، لأننا ذكرنا أن الإحصان يأتي بعدة معاني: يأتي بمعنى الحرية، ويأتي بمعنى الإسلام، ويأتي بمعنى العفة، نعم، ويأتي بمعنى الزواج.
فهنا وكل معنى من هذا المعاني يأتي في سياقه، فسياق الآيات هنا يدل على أن المراد بالمحصنات الحرائر بدليل المقابلة لهن بالإيماء. فمن لم يستطع منكم طولا، أي من لم يملك غنى منكم أيها الرجال ويقدر على مهر الحرائر المؤمنات، فليتزوج الأمة المؤمنة والفتيات الجواري المملوكات لغيركم. نعم، والله أعلم بإيمانكم، والله تعالى أعلم بحقيقة إيمانكم وسلامة اعتقادكم واعتقاد غيركم من اللواتي تريدون نكاحهن، وهو أعلم منكم بأنفسكم بعضكم من بعض، أي كلكم من نفس واحدة، فلا تستنكفوا عن نكاح الأمة عند الضرورة، ولا يستعلي حر على عبد ولا حرة على أمة، فجميعكم تضمكم إنسانية واحدة، كما دل على ذلك مطلع هذه السورة: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فجميعكم تضمكم إنسانية واحدة، فاخطبوا الإيماء إلى ساداتهن. هذا معنى قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، أي فاخطبوا النساء الإيماء إلى ساداتهن وعقدوا عليهن عقد الزواج بموافقة أولياء أمورهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي وأعطوهن مهورهن بالقدر الذي لا يستنكره العرف، وآتوهن أجورهن بالمعروف من غير مطل ولا إضرار. نعم. محصنات غير مسافحات، أي فانكحوهن حال كونهن عفائف غير زانيات علانية، غير مسافحات، ولا متخذات أخدان، أي ولا متخذات أخلاء للزنا في السر. فإذا أحصن، أي فإذا تزوجنا وفعلن جريمة الزنا على سبيل الشك الذي لا يتوقع حصوله من زوجة حرة أو غير حرة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فهناك فرق بين إذا وبين إن في الدلالة، كما سنبين ذلك في تدبرنا للآيات. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، نعم، فإذا تزوجنا وفعلنا جريمة الزنا على سبيل الشك الذي لا يتوقع حصوله من زوجة حرة وغير حرة، نعم، فعليهن، أي فعل الإماء اللاتي زنين، نصف عقوبة ما على الحرائر الأبكار إذا زنين 50 جلدة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك، نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نعم، أي 50 جلدة ولا رجم عليهن، لأن الجريمة تهون بهوان مرتكبها وتعلو بعلو مرتكبها، فإذا علت الجريمة علت معها العقوبة، وإذا نقصت معها العقوبة، وهذا دليل على عدل الشريعة كما سيأتي بيان ذلك. نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف أن تحمله شدة الشهوة على الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم وشق عليه الصبر عن الجماع، فأباح الله نكاح الأمة ب3 شروط:
الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف الإثم بسبب غلبة الشهوة، والثالث كون الأمة مؤمنة. نعم. ثم قال الله عز وجل: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم. وأن تصبروا عن نكاح الإماء متعففين حتى ييسر الله لكم نكاح الحرائر خير وأولى لكم، كي لا يكون الولد عبدا رقيقا، وفي ذلك تكثير للرق، ولأنها لا يتحقق مع بقائها على رقها بيت زوجية صالح، إذ ستكون مطالبة بخدمة وليها، ولهذا يكون الزواج بهن شراؤهن، ولهذا يكون السبيل للزواج بهن شراءهن وإعتاقهن، وبذلك يقل الرقيق ويكثر الأحرار. والله غفور رحيم، والله كثير الستر لكم، دائم الرحمة بكم، كثير العطف والإحسان إليكم، حيث أباح لكم ما أنتم محتاجون إليه. هذا المعنى الإجمالي لتدبر هذه الآية 25 من سورة النساء. نعم. وأطلب من الإخوة الكرام أن يدعوا يعني زوجتي. أنا في بداية الدرس يعني وقع لها يعني شج في رأسها أثناء تنظيف البيت، وشغلت يعني عن الاستعداد التام، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يبرئها وأن يكشف كل سوء عنا وعن جميع المسلمين والمسلمات. نعود أيها الإخوة الكرام لتدبر هذه الآية من سورة النساء. بعد أن بين الله سبحانه المحرمات من النساء وبين من يحل نكاحه منهن، عقب ذلك ببيان ما ينبغي أن يفعله من لا يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات. ولما كان الزواج حقا من حقوق الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو مستواه المادي، أرشدت الآيات الرجال الفقراء الذين لا قدرة لهم على مهور النساء الحرائر والإنفاق عليهن، أرشدتهم الآيات إلى الزواج من النساء المملوكات، فالزواج منهن أقل كلفة وأخف مؤونة من الزواج بالحرائر. ويحقق هذا فوائد اجتماعية كثيرة، إذ يؤدي إلى إحصان كثير من الشباب والفتيات في المجتمع، ويحول دون انحدارهم إلى دركات الانحلال الأخلاقي وممارسة الفواحش، كما يؤدي إلى قيام كثير من الأسر وإزالة العوائق المادية التي تعوق قيامها. فهو من محاسن نظام الرق الإسلامي إذا التزم الناس بضوابطه وقيوده الشرعية، والله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة وإلا لمقصد عظيم. ومن ذلك هذا الأمر وهذا التشريع بجواز نكاح الأمة لمن لا يملك مهر الحرة، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع، أي من لم يجد. يستطع يقال استطاع واستطاع أي قدر، ومن لم يستطع لم يقدر منكم، ومن لم يستطع منكم أيها المؤمنون الأحرار طولا، أي لم يملك غنى وسعة لأن ينكح، ولم يستطع منكم طولا أن ينكح، أي لأن ينكح، لأن يتزوج المحصنات. هنا كما قلنا المحصنات مراد بهن الحرائر خاصة بدليل مقابلتها بالإماء، فمما ملكت أيمانكم. والحرية كما هو معلوم كانت عندهم داعية الإحصان،
كما كان البغاء من شأن الإماء في الجاهلية. ومن ثم قالت هند زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب: أو تزني الحرة؟ نعم. فلذلك يعني عبر هنا عن الإماء بالفتيات، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات بالتوحيد والرسالة بسبب عدم القدرة وعدم الغنى على دفع مهر الحرة والنفقة. فمن لم يستطع منكم طولا يعني من لم يجد ما يتزوج به الحرة المسلمة، كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أحج، أي لا أجد ما أحج به. فهذا معنى فمن لم يستطع منكم طولا، يعني لا يجد مالا وغنى وسعة. وكذلك يعني يقال ومن لم يستطع منكم طولا، يقال كذلك طولا من قول الرجل: يدي تطول إلى كذا، يعني تناله وتصل إليه، ويدي مبسوطة على كذا. نعم، في هذا المعنى. فإما أن يكون ومن لم يستطع منكم طولا بمعنى لا يستطيع ولا يجد ما يتزوج به الحرة من غنى، ولا تطول ولا ينال هذا الأمر. نعم، فهذا معنى الطول، فهو يعني بمعنى الغنى والسعة الذي يوصل إلى نكاح الحرة. نعم، أو يعني هناك يعني معاني أخرى، ولكن المعنى الراجح هو الفضل والسعة. ومن لم يستطع منكم طولا يعني لم يستطع أن ينال الأمور، فالطول الوصول إلى الأمر. نعم، فلم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر المؤمنات بالتوحيد والرسالة فمما ملكت أيمانكم، يعني من الإماء اللواتي تملكوهن، وهن يعني مملوكات بسبب السبي في الجهاد، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والفتيات جمع فتاة، والفتاة هي الشابة من النساء. ويعني في هذا عبر عن الإماء بالفتيات تكريما لهن وإرشادا لنا إلى أن لا ننادي العبد بالعبد ولا الأمة بالأمة، بل بلفظ الفتى والفتاة كما ذكر الله عز وجل من فتياتكم. وقد روى البخاري في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل المملوك ربي، ليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب هو الله عز وجل. فالفتاة أصلها الشابة، والفتاء بالمد هو الشباب، والفتى الشاب. فالأمة تسمى فتاة والعبد يسمى فتى، وإن كانا كبيرين في السن، تكريما لهن وإرشادا كما ذكرت إلى يعني إكرامهن ومخاطبتهن بما يدل على تكريمهن. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فليتزوج من الإماء المملوكات المؤمنات. نعم، وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات، فلا يحل يعني ذلك ولو عدم القدرة وخاف العنت. هذا مذهب لبعض العلماء، وإن كان يعني المذهب الذي عليه الكثير من الفقهاء أن التقييد بالمؤمنات للاستحباب. لماذا؟ بدليل أن الإيمان
ليس بشرط في الحرائر اتفاقا، إذ يجوز نكاح الحرة الكتابية كما أباح الله عز وجل ذلك. وذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بالمؤمنة شرط، فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية. نعم، ويعني كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. وهنا يعني ليس المكان مكان بسط للأدلة وذكر الخلاف، لكن نذكر رؤوس الأقلام في ذلك. ثم يقول الله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم، أي الله سبحانه وتعالى أكثر علما منكم جملة وتفصيلا بإيمانكم، أي سلامة اعتقادكم واعتقاد غيركم من اللواتي تريدون نكاحهن. نعم، فاكتفوا بظواهر الإيمان وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بإيمانكم، يعني بعدما شرط الإيمان بيّن أن الحكم مبني على ظاهر الحال دون باطن الأمر، فباطن الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو كقوله سبحانه وتعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فالله أعلم بإيمانهن. فهذا معنى قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. بعضكم أي الواحد منكم من بعض، أي ممتزج به، فأنتم من أصل واحد. ولا يخفى ما في هذه الآية من قوله تعالى: بعضكم من بعض، من تشجيع على نكاح الإماء عند الضرورة، فقد كانوا يستنكفون عن ذلك ويفتخرون بالأحساب والأنساب، ولا التفات إلى شيء من ذلك في الإسلام، لأن التقوى أساس التفاضل فيه. بعضكم من بعض، يعني فإذا جمعكم الإيمان لم تختلفوا في أحكامه، فيكون ذلك أدعى إلى تأكيد الألفة بينهما والتعاون منهما على أمور الدين. نعم، بعضكم من بعض. ومن معنى بعضكم من بعض أيضا يعني النكاح يراد به الألفة والسكن، فإذا اتفقا في الدين كان أقرب إلى أن يتآلفا. لذلك قال الله عز وجل: من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. وكذلك من معنى قول الله تعالى: بعضكم من بعض، يعني اتفاق في الدين كاتفاق في النسب، فلا يزري بالحر رق منكوحته. كل كما قلنا هذا يعني إغراء هذه الآية في قوله تعالى: بعضكم من بعض، فيها يعني إغراء تشجيع على نكاح الإماء عند الضرورة وإزالة ما كانوا يستنكفون عن ذلك ويفتخرون بالأحساب والأنساب. وبين الله سبحانه وتعالى أن نكاح الأمة لا يجوز إلا بموافقة أهلها وبإعطائها المهر، فقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. فانكحوهن بإذن أهلهن يعني اخطبوهن بإذن أهلهن أولياء أمورهن، والإذن الإعلام مع الموافقة والجواز. فانكحوهن بإذن أهلهن. من هم أهلهن؟ من هم أهلهن؟ يعني فانكحوهن بإذن أهلهن يعني بإذن أهل الأمة. بعض الناس يظن أن أهلها أمها وأبوها ومثل الحرة في ذلك، وهذا غير صحيح. المراد بأهلها هم الذين يملكونها، وسماهم القرآن الكريم أهلا، ولم يقل فانكحوهن بإذن مالكيهن، وهو أدب عظيم رفيع وتكريم للمملوكات. ولنتأمل جمال هذا التعبير القرآني بإذن أهلهن، وما فيه من تكريم للإنسان وتقدير لمشاعره مهما كان، فمالكوها بمقام أهلها.
فانكحوهن بإذن أهلهن أي بموافقة أولياء أمورهن وإعلامهن بذلك، فانكحوهن بإذن أهلهن. وهنا اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل، لأن الله تعالى جعل إذن السيد شرطا في جواز نكاح الأمة. ثم بينت الآيات الشروط الأخرى الواجب مراعاتها في الزواج من المملوكات التي تحفظ لهن حقوقهن كاملة، فلا فرق في هذا بينهن وبين الحرائر، فقال سبحانه وتعالى وآتوهن أجورهن، يعني أعطوهن مهورهن وافية كاملة بلا مطل ولا نقص ولا إضرار بالمعروف، الباء للمصاحبة، أي مصاحبين الإحسان في العطاء والمعاملة، والمعروف هو ما يعرفه الشرع والعقل السليم. وبين الله عز وجل بعد أن ذكر شرط موافقة الأهل وإعطاء المهر، بين أنه يشترط أن تكون الأمة التي يجوز أن ينكحها الحر عفيفة، فقال سبحانه وتعالى محصنات أي حافظات أنفسهن مما لا يحل، يعني فانكحوهن حال كونهن عفائف، فالمحصنات هنا بمعنى العفيفات. نعم محصنات، وهذا منصوب على الحال من قوله فانكحوهن، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات أي حال كونهن عفائف عن الزنا غير مسافحات. مسافحات جمع مسافحة، وهي المعلنة بالزنا والتي لا ترد يد لامس أرادها، وهو مسافحات مأخوذ من السفاح، والسفاح من أسماء الزنا. فانكحوهن بإذن أهلهن، نعم، وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات، يعني هذه غير مسافحات حال أخرى مؤكدة للحال الأولى، محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهرا، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان أي أخلاء يزنون بهن سرا. والأخدان جمع خدن، وهو الصاحب والخليل في الزنا خفية، فهؤلاء المتخذات أخدان، فيعني فإما أن يكون بحالة الإعلام بالزنا أو المسافحات أو التي تزني خفية، متخذات أخدان. وكانوا في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه، فحرمهم الله تعالى بقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها، وهو شأن المسافحات المعلنات للزنا، وما بطن وهو شأن المتخذات الأخدان. فهذا معنى قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فالأخدان جمع الخدن، وهو يعني الخدن يعني مثل الصديق، يقال الخدن والخدين كالخل والخليل. نعم، فكما قلنا يعني كان زناهن في الجاهلية من وجهين وطريقين، فإما أن يقع إعلانا أو أن يكون سرا، فأمر الله سبحانه وتعالى الحر المؤمن أن يتزوج أمة عفيفة لإقامة مصالح الدين، لا زانية مكتسبة بزناها ولا متخذة خليلا على الفجور صافاها. ثم بين الله عز وجل عقاب الأمة على الزنا، فقال سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن
أي فإذا تزوجنه. نعم. فإن أتينا بفاحشة أي فعلن جريمة الزنا فعليهن، أي فعليهن من العقوبة نصف، والنصف هو الشطر من الكمية، فعليهن نصف ما على المحصنات أي ما على الحرائر الأبكار من العذاب. والعذاب المراد به هنا الحد الشرعي بالجلد، كما سماه الله عز وجل عذابا في سورة النور، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال ويدرأ عنها العذاب. نعم. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من الحد الشرعي بالجلد، فيجلدن 50 جلدة. نعم. وقوله تعالى هنا فإذا أحصن ليس لنفي الحد عنها إذا لم تنكح، بل معناه أنها بالنكاح لا يزداد حدها. نعم. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ونلاحظ هنا البلاغة القرآنية عند الإحصان والزواج، قال تعالى فإذا أحصن، فإذا أحصن يعني لأن الزواج أمر يتحقق به الإحصان، هذا أمر محقق وأمر مرغوب فيه، لكن عند الإتيان بالفاحشة قال فإن أتينا، ما قال فإذا أتينا، قال فإن أتينا. وشتان بين إذا وإن كما يقول علماء البيان، فإن إذا لا تكون إلا للأمر المحقق، تقول أزورك إذا طلعت الشمس، لأن طلوع الشمس أمر محقق، ولكن تقول أزورك إن كان رمضان غدا، ورمضان قد يكون غدا وبعد غد. ولذلك قال تعالى فإذا أحصن، عبر عند الزواج بإذا، ثم قال فإن أتينا بفاحشة، وكأن إتيان الفاحشة أمر مشكوك فيه، لأن المسلمة لا تفعل هذا وليس هذا من شأنها. ومما هنا نحب أن نقف عليه وأن نذكره في هذا التدبر لهذه الآيات، أن الله عز وجل يخفف العقوبة عن الضعفاء، فلذلك قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على الحرائر من العذاب. وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تقدر ظروف الإنسان وتخفف عنه بعض ما عليه بسببها، والرق من أسباب التخفيف لأنه ضعف، والشريعة الإسلامية تراعي الضعفاء بخلاف ما كان سائدا في أعراف وقوانين المجتمعات الجاهلية، كانوا يشددون على الضعفاء ويخففون على الأقوياء، كما جاء في الحديث، حديث المرأة المخزومية التي سرقت أرادوا أن يشفعوا في عدم إقامة الحد عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا الحد عليه. وهذا ما كان معمولا به في القوانين السابقة. في القانون الروماني الشهير أن تشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة، نعم، وأن تخفف العقوبة كلما علت الطبقة، بخلاف ما يقرره القرآن الكريم من أن العقوبة تشتد مع علو مكانة صاحبها وتخف مع دنو صاحبها. لذلك جاء في القانون الروماني ومن يستهوي أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كريمة مصادرة نصف ماله، وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبته الجلد والنفي من الأرض. هذا المعمول به في القانون الروماني. وكان المعمول به في القانون الهندي أن البرهمي إن استحق القتل فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. وما تزال الجاهلية الحديثة، نعم، في عدد من البلاد تزاول التفرقة العنصرية، تغفر للأشراف
البيض ما لا تغفره للضعاف الملونين، والجاهلية هي الجاهلية حيث كانت، كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلاله. نعم، فهنا في هذه الآية فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا فرق إذن في الشريعة الإسلامية في عقوبة الأرقاء بين المتزوج وغيره. فالآية شرعت هنا عقوبة الأمة الزانية المتزوجة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، ما هو حكم غير المتزوجة؟ كذلك حكم غير المتزوجة كحكم المتزوجة. فالقرآن بين عقوبة الأمة الزانية، والسنة بينت عقوبة غير المتزوجة، كما يقول الإمام الزهري: المتزوجة محدودة بالقرآن وغير المتزوجة محدودة بالحديث. فقد روى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. وفي رواية: اتركها حتى تتماثل. وفي رواية: فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها 50. وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. هذا ما يتعلق أيها الإخوة الكرام بتدبر هذه الآية. فتبين هذه الآية أن الأفضل للمؤمن أن ينكح حرة مؤمنة صالحة. لماذا؟ ليكون أولاده منها أحرارا. فإن لم يملك مهر الحرة وخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة فلا بأس أن يتزوج أمة مؤمنة صالحة بإذن أهلها ووليها، وأن يدفع مهرها الذي تستحقه شرعا بالمعروف، تستحقه بالمعروف شرعا وعادة، شريطة أن يختارها أمة محصنة، يعني شريفة عفيفة لم تزن علنا كما كانت الإماء في الجاهلية، ولم تتخذ عشيقا سرا كما كان بعضهن يفعلن هربا من اللوم والفضيحة وسوء السمعة، وذلك لأن محيط الإماء لا يهتم بتربيتهن ولا يعنى بسلوكهن، بل قد يطلب منهن أن يأتين بالمال ولو من سلوك شائن، واتخاذ العشيق سرا كثيرا ما يفعلنه. وبما أن أسيادهن والمشرفين عليهن يهملن تربيتهن ويحملونهن أحيانا على ما لا يجوز ولا يليق، فقد خفف الله عنهم عقوبة الفاحشة بعد إحصانهن وجعلها على النصف من عقوبة الحرة، فتعاقب الأمة المحصنة ب50 جلدة بدل الرجم، وغير المحصنة كذلك، كما جاء يعني بيان ذلك في السنة. وبعد أن ذكر الله عز وجل ذلك الحكم بين أن زواج الحر بالأمة إنما يكون لمن خاف العنت، ذلك لمن خشي العنة منكم، أي ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول والغناء لمن خشي، يعني خاف على نفسه العنت. ما المراد بالعنت؟ العنت هو يعني دخول المشقة ولقاء الشدة، لا الشدة والمشقة نفسها، إنما دخولها ولقاؤها. وأصل العنت هو انكسار العظم بعد الجبر، ثم استعير لكل مكروه،
فأصل اللعنة في اللغة أن يكسر العظم بعد جبره أولا، يعني يجبر أول مرة ثم يظهر أن هذا الجبر غير صحيح فيكسرونه مرة أخرى، وهذا أصعب من كسره في المرة الأولى. فسمى الله عز وجل الزنا عنة لأنه سبب لتلك المشقة وسبب لملاقاة تلك الشدة، ولأنه سبب للحد في الدنيا وسبب للعقوبة في الآخرة، لذلك سماه الله عز وجل عنة، ذلك لمن خشي العنة منكم. والعنة على كل ما ورد من معاني له، يعني سواء كان فيه كما فسره بعضهم الزنا، أو فسره بعضهم بالإثم، أو فسره بعضهم الضرر الشديد في الدين والدنيا، كما قال الله عز وجل واتلوا ما عنتم كما جاء في سورة آل عمران. ففي الزنا كل هذه المعاني فيها، يعني فيها معنى المشقة والضرر، وكذلك الضرر الشديد في الدين والدنيا، وفيه معنى الإثم، ذلك لمن خشي العنة منكم، بخلاف من لا يخاف العنة من الأحرار فلا يحل له نكاح المملوكة، وكذا من استطاع طول حرة، استطاع صداقها. ثم قال الله عز وجل وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وأن تصبروا أي وأن تتعففوا عن نكاح المملوكات. وأن تصبروا هنا، أن تصبروا يعني في محل الرفع بالابتداء، يعني صبركم خير، خبر خير، وأن تصبروا خير أي أفضل وأولى لكم. لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا لسيد الأمة لأنها مملوكة له، فالولد يكون رقيقا يتبع أمه في ذلك. وأن تصبروا خير لكم والله غفور أي كثير الستر سبحانه وتعالى، والله غفور كثير الستر لمن خشي العنة والمشقة، رحيم دائم الرحمة بكم كثير العطف والإحسان إليكم. ومن رحمته تجويز نكاح الإماء لمن خشي العنت ولمن لا يملك القدرة على الزواج من الحرة. هذا يعني تدبر هذه الآية. يقول الإمام السيوطي في كتابه الإكليل في هذه الآية إباحة الأمة ب3 شروط نص عليها وتحريمها بدونها. الشرط الأول أن لا يستطيع طول حرة، نعم، ومن لم يستطع منكم طولا، نعم، قال يعني هنا الطول الغنى، ويعني ومن معاني الطول يعني أيضا الجلد والصبر، يعني لمن أحب أمة وهواها حتى صار لا يستطيع بذلك أن يتزوج غيرها فله أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواه وإن كان غنيا. هذا معنى آخر يعني يذكر في معنى الطول، ومن لم يستطع منكم طولا. هذا الشرط الأول أن لا يستطيع طول حرة. والثاني أن تكون الأمة مؤمنة، نعم، وهذا يعني مذهب كما ذكرنا، ومنهم حمل ذلك على الاستحباب هذا. والشرط الثالث خوف العنت، الوقوع في الزنا. وجاء عن ابن عباس قال العنت الزنا فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت، نعم. ثم وقوله سبحانه وتعالى يعني في الآية وأن تصبروا خير لكم، يعني في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط. لو اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، يعني مع تحقق هذه الشروط إذا تعففتم وصبرتم خير لكم، نعم. نعم. وهنا في قوله تعالى يعني فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، يعني أخرج يعني جاء عن ابن عباس أنه كان يقول
ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج، ونحن ذكرنا أن عليها الحد إذا أحصنت وحتى قبل الإحصان. وأجاب الجمهور بأن قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة بأن ذكره لئلا يتوهم زيادة عقوبتها بالنكاح كما زاد في حق الحرة. نعم، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم بين الله عز وجل، بين الله سبحانه وتعالى أهداف يعني والأحكام التي تقصد والتي يراد من تشريعها، فقال سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قلت في المعين يريد الله سبحانه وتعالى بإنزال هذه الآيات وتفصيل هذه التشريعات لكم أيها المؤمنون أن يبين لكم معالم دينه القويم، ليبين لكم ويوضح لكم شرعه الحكيم وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي ويريد أن يرشدكم إلى شرائع من قبلكم. السنن هنا بمعنى الطرائق والشرائع من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقة كتحريم الزنا وتحريم الأمهات والبنات والأخوات الشقيقات، ويتوب عليكم أي ويتجاوز عنكم ما أصبتم من نكاح زوجات آبائكم قبل أن يبين لكم، ويرجع بكم عن المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته، ويتوب عليكم والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم حكيم فيما دبر من أمورهم يضع كل شيء في موضعه. وقد جمع الله عز وجل في هذه الشريعة كل ما فرقهم من المحاسن في الشرائع قبلها، فما من خير كانت عليه الأمم السابقة إلا وكان لهذه الأمة فيه نصيب، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ثم يقول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، يكرر التوبة مرة أخرى، والله يريد أن يرجع إليكم بما هو خير لكم ولأسركم بتحريم العمات والخالات والأخت لأب ونحو ذلك مما لم يكن محرما على الأمم السابقة. ويقول الله عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي ويريد الذين يسيرون وراء الشهوات الذين يحكمون بإباحتها من الأمم السابقة أن تنحرفوا عن الحق انحرافا شديدا، أن تميلوا ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم الله عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله عز وجل أن ييسر عليكم في تكاليف الشريعة إحسانا وتفضلا منه بالإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرة بأن ينكح أمة مؤمنة. وخلق الإنسان ضعيف الإرادة أمام شهوته الثائرة إلى النساء، وخلق الإنسان ضعيفا. وقد راعى الإسلام واقع حال الضعف البشري الذي قد ينزلق به إلى الوقوع في الخطيئة، فأذن بالتزوج من الإماء عند عدم القدرة على التزوج من الحرائر، وفتح أبواب التوبة والاستغفار، وأطمع بالعفو والغفران ليتابع الإنسان مسيرته في الحياة سالكا سواء السبيل حتى يظفر بالفوز والفلاح حينما تنتهي فترة ابتلائه في هذه الحياة الدنيا. هذا معنى هذه الآيات الثلاث التي جاءت تعقيبا للأحكام السابقة، جاءت تعقيبا على تشريع التحريم. فالله تعالى حينما حرم على الناس أن يتزوجوا أمهاتهم أو بناتهم أو أخواتهم أو عماتهم أو خالاتهم أو بنات الأخ أو بنات الأخت إلى آخر تلك المحرمات، إنما أراد بهم الخير. فالله سبحانه لا يحرم على الناس انتقاما منهم، ولا يحلل للناس
تدليلا لهم إنما يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فهو تحليل وتحريم لمصلحة الناس، لأن الله عز وجل لا يعود عليه شيء من التشريعات من التحليل أو التحريم أو الإيجاب أو الفرضية، وهو سبحانه وتعالى غني عن عباده. لذلك قال يريد الله ليبين، يعني يريد الله أن يوضح ويفصل، فالبيان التوضيح والتفصيل لكم شرائع دينكم، نعم، ويهديكم ويرشدكم سنن الذين من قبلكم طرائقهم ومناهجهم كما ذكرنا معنى ذلك، ويتوب عليكم، نعم، يعني يتوب عليكم مما كانوا يفعلونه في الجاهلية مما سلف، كما قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، مما سلف مما كان في الجاهلية، وهو معفو عنه لأنه لا تكليف قبل البعثة، نعم، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وهذا الوصف بالعلم والحكمة الذي جاء به التعقيب الإلهي هو مفتاح الفهم الصحيح والإيمان الصادق والطاعة الكاملة للتعاليم الإلهية في شأن الأسرة المسلمة وفي كل شأن من الشؤون التي شرعها الله سبحانه وتعالى، إذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله الشامل، ولا حكمة أوثق ولا أوفق من حكمة الله الكاملة، ولله الحجة البالغة. نعم، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد يشاء أن يتوب عليكم، أن يغفر خطاياكم ويرجع بكم عما كنتم عليه. نعم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات، يتبعون يعني يستجيبون وينقادون للشهوات، والشهوات جمع شهوة، وهو ما يغلب على النفس محبته وهواه. وقيل يتبعون الشهوات المراد بهم اليهود والنصارى أو المجوس أو الزنات، وكل ذلك يعني يدخل في معنى يتبعون الشهوات، يعني الزنا أو اليهود والنصارى أو كل متبع شهوة غير مباحة. فالآية عامة في كل أولئك الذين يتبعون الشهوات، أن تميلوا أي أن تنحرفوا عن الحق والخير ميلا عظيما، أي ميلا كبيرا جدا. وهنا الميل يعني كما يقول الإمام الراغب هو العدول عن الوسط إلى أحد الجانبين، ويستعمل الميل في الجور، ومنه قوله تعالى كما سيأتي في هذه السورة فلا تميلوا كل الميل، يعني يكون الظلم لجهة دون أخرى في تعدد الزوجات، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ويقال ملت عليه أي تحاملت عليه، ومنه قوله تعالى فيميلون عليكم ميلة واحدة. قال الراغب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المفردات والمال سمي بذلك، لماذا؟ المال سمي بذلك لكونه مائلا أبدا وزائلا، ولذلك سمي عرضا سرعان ما يزول. وإذا استعمل الميل في الأجسام، الميل في المعنويات، فإذا استعمل في الأجسام قيل فيما كان خلقة ميل بفتح الياء، فيما كان خلقة، وفيما كان عرضا ميل. فالفرق بين الميل والميل هو ما نبه إليه الراغب وما يعني فسره في معنى الميل. والله عز وجل وصف الميل بالعظم للإشعار بأن الذين يتبعون الشهوات لا يكتفون من غيرهم بالميل اليسير عن الحق، وإنما يريدون منهم انحرافا مطلقا عن الصراط المستقيم الذي أمر الله بسلوكه والسير فيه. وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بما وصف موجودون في كل زمان، وتراهم دائما يحملون لواء الرذيلة والفجور، تارة يعني باسم الحرية وتارة باسم المدنية وأسماء كثيرة، ولذلك حذرنا الله عز وجل منهم أشد تحذير وبين زيفهم وضلالهم. فهذه الآية تبين حرص المنحرفين عن الحق من عبيد الأهواء والشهوات على نشر فسادهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات، يتبعون فعل مضارع يفيد الاستمرار، أن تميلوا ميلا عظيما،
وما أصدق كلام الله عز وجل، وهو يفسر لنا ما نشاهده في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم من دعاة المثلية، ومن أمثال أولئك ما نجده من نشاط دؤوب متواصل في الضلال والفساد، ويحشدون كل ما يستطيعون من وسائل الإعلام والقانون والتزوير والتحسين. فالزناة يسعون بجد ونشاط إلى إشاعة الفواحش بين الناس، وكذلك المدمنون على الخمر والمخدرات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهنا قوله تعالى أن تميلوا ميلا عظيما لا يدل على جواز الميل القليل في مفهوم المخالفة، يعني يجوز الميل القليل عن أحكام شريعة الله، إنما الآية جاءت تصف واقع المفسدين وأنهم يبذلون جهودهم لكي يبعدوننا إبعادا كاملا عن ديننا وشريعة ربنا جل وعلا، فلنحذرهم على ديننا فخطرهم كبير وعظيم. ففي هذه الآيات تذكير لنا بفضله سبحانه علينا فيما شرع لنا، وفيها أيضا تحذير لنا من مخالطة المفسدين وبيان خطرهم علينا وعلى ديننا. ثم بين الله عز وجل أن الإنسان مخلوق ضعيف، خاصة أمام نداء الشهوة وإغراء الشيطان، فقال سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم يسهل عليكم أحكام الشرع وييسرها، ولذلك أحل لكم ما فيه الخير والنفع مما يفتح في وجوهكم أبواب الفضائل، وحرم عليكم ما فيه الشر والأذى ليقفل من خلفكم أبواب الرذائل، وخلق الإنسان ضعيفا، أي أنشئ الإنسان من العدم وجعل ضعيفا، والإنسان جنس البشر ضعيفا قليل الاحتمال والحزم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس في معنى هذه الآية يعني كان خلق الإنسان ضعيفا في أمر النساء لا يصبر عنهن، وقال وكيع يذهب عقله عندهن، يعني فالله عز وجل يريد أن يخفف عنا، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا ما حققه الله عز وجل لنا وأجاب دعاءنا: ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، لأن الإنسان خلق ضعيفا كما قال سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب لنا الإيمان والطاعة ويكره لنا الكفر والمعصية، لأنه لا يحب أن يعذبنا. لذلك يقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول الله عز وجل في سورة النساء أيضا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذا ما يتصل بهذه الآيات التي يعني تدبرناها ووقفنا عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بعباده وأن يكشف ما نزل بنا من محنة، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وأن يجعلنا من عباده الذين يتقبل منهم ويغفر لهم ويعفو عنهم. اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. واعذروني على التقصير في هذا اللقاء، فيعني تكلمت وما أزال يعني الذهن منشغل بالحال التي وقعت، وأسأل الله سبحانه وتعالى وأطلب منكم الدعاء بأن يخفف ما نزل من بلاء، فإنه أن يجعله إن شاء الله عز وجل طهورا وعفوا ولطفا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. طيب، أنا أستأذنكم بهذا المقدار،
إلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.